حد بيبقى شبيه حد الموضوع بيخلص، لكن يبقى معاك فرقه وبتبقى بتلف الدول العربيه كلها والتيكت بتاعك غالي. ده اول مره انا اشوفها على مدار 22 سنه بشتغل فن. اول مره اشوف القصه دي. النهارده كمان وانا بكلم حضراتكم عنده حفله في الاردن ممتلئه، اتباعت كل التيكت بتاعها، وده موضوع برضو غريب. وفي اول ظهور اعلامي وفي اول ظهور تلفزيوني في الوطن العربي. هيكون معانا دلوقتي عبر زوم على ما يجي لنا بالسلامه مصر في زياره ليه او حفله من حفلات اللي جايه قريب اكيد في سيزون الساحل الشمالي. معانا عبر زوم من الاردن الفنان نور دياب. الو. الو، مساء الخير يا استاذ احمد، ازيك؟ انت هتجنني على فكره، انت هتجنني من قبل ما اكلمك واعرفك. انت عامل لي حاله، حبيبي. انت عامل لي حاله مش طبيعيه. عارف ليه؟ اجيبك من الشكل ولا اجيبك من الصوت؟ وعلى فكره ربنا يخليك يا حبيبي. مساحه الصوت كمان. هو ليه الزوم ما دخلش؟ انا عايز اشوفه قدامي بيجهزوها. بص يا حبيبي، انا عايز اقول لك على حاجه واقول لي كلامي صح ولا غلط. انا صوتي كده مسموع؟ صوتك تمام على ما يدخلوا الصوره. ايوه انت معايا حاضر. صوت وصوره دلوقتي، منور الدنيا. حبيبي يا استاذ احمد، ده انا ليا الشرف يا حبيبي. ربنا يخليك ليا يا حبيبي. بص انا بس قبل ما اتكلم في اي حاجه، انا يمكن اتفضل. شغال برامج فنيه بقالي سنين، فانا هتفازلك مع ان انا صوتي وحش جدا، ولكن انا لما بدندن في الحمام اعرف اغني لاي حد ما عدا الهضبه. ليه؟ عشان هو مساحه صوته في حته غريبه. كلامي صح ولا انا بتفازلك؟ يعني لا، كلامك صح، ويعني ممكن يكون هو مختلف شويه عن الناس اه التانية. انا تصدق انا قابلت، يعني طبعا اتشرفت بمقابله الهضبه يعني مرتين ثلاثه يعني، ولكن انا شايفك قدامي يعني البروفايل بالشكل. حتى انت اول ما عمل السكسوكه الاخيره الصغيره رحت جاي على طول مطلعها. ايوه كده. ده اسئله ايه يا عم؟ طالع. تخيل بقول انا لك ايه يا طالع نور. معاك. نور طالع بيقول، صوره معاك. بص بيقولوا لي الاسئله موجوده عندك في السكريبت وانا بكلمك، وبيني وبينك انا ما حدش سامعني، عايز اتكلم معاك براحتي بقى. ايه النحت اتفضل اتفضل. ايه النحت العالي اللي انت فيه ده؟ يعني ايه الحفلات دي وبدات امتى وخدت ازاي السكه بتاعت عمرو دياب؟ واكيد اسمك اه زي ما قالوا لي اسم تاني. هو انت اسمك ايه الحقيقي؟ لا، اسمي الحقيقي صادق ظاهر. تمام. بقيت امتى نور دياب بقى؟ انا بقيت بقى تقريبا بال 95 94 اه بدات اغني، سميت نفسي نور دياب. تمام. نور دياب. طبعا. نور دياب طبعا، لاني اسم بنته لعمرو دياب اسمها نور دياب، اه واخترت الاسم ده عشان هو اسم بنته، يعني بنته ولد بنفس الوقت، يعني مش اني اسم بنت يعني. بقول لك ايه، وعمرو دياب بص 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 ما كانش انا عنده عايزك، لسه، ما انا كانش عايزك عنده عبد الله. بص يا حبيب قلبي، يعني انا لو عايزك ترجع، عايزك ترجع ورا سنه صغيره بالكرسي اللي انت قاعد عليه، لان شكلك في اه الاوتيل. عشان ايوه صوتي كده تمام، كده تمام التمام. اه صوتي طالع. نور اه بنت عمرو دياب، فانت سميت نفسك نور دياب. امتى حصل وجه الشبه بينكو وسميت نفسك فنيا نور دياب؟ اولا انا بحب عمرو دياب من الثمانينات، من 83 84، يعني من بدايات عمرو دياب انا بديت معاه يعني. اه حافظ كل اغانيه، كنت بصمي يعني زمن الوكمان وما كانش فيه السي دي والحاجات دي، فكنت دايما انا بسمع عمرو دياب. وانا كنت بلعب جمباز، يعني انا بطل عرب في الجمباز، وجيت مصر حوالي 6 مرات تقريبا 7 مرات، فدايما باجي وبغني عمرو دياب، بغني بحبه يعني، سبحان الله يعني ربنا. انا اول ما شفت عمرو دياب حبيته بالشكل وبالصوت يعني، وبالاحساس وبكل حاجه. بص انا اقول لك على حاجه، اقول لك على حاجه بصراحه يعني. انا تقييمي دايما للفنانين